ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا بقى بينا ندخل في الجد. عامله لكم النهارده فيديو حلو جدا 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 وتشجيعي درجه اولى. يلا بينا ندخل على طول. عندي بقى اوضه النهارده، اوضه السفره كانت متبهدله زي ما انتوا شايفين، بهدله مش طبيعيه. الاوضه دي بتاعت الاطفال اللي هم بيلعبوا فيها، اللي فيها العابهم، فيها كل حاجه بيقعدوا فيها يعتبر طول النهار، فدايما بتكون ايه، متبهدله كده. فبصراحة بقى النهاردة أنا أخدتها، كان عليها النهاردة الدور في التنظيفات. احنا خلصنا خلاص السجاد والحمد لله نشف. فنبدأ بقى ايه في الجد، تنظيفات الشقة بجد، ونمسك حتة حتة كده في الشقة، ننضفها تنظيفة محترمة من القلب، من جوه من جوه 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 الأعماق. فبدأت أول حاجة النهاردة بالمنطقة بتاعة السفرة، لأن هي بصراحة أكتر منطقة شكلها مستفز. تمام، وهي يعتبر اصلا قلب الشقة، لان دي مكان البيت، ويعني دي دخلة البيت وكده، فشكلها كان صعب قوي قوي قوي. فمسكتها ايه، بدأت بيها عشان في نفس الوقت الولاد يهدوا شوية لما بيلاقوا مكان نظيف وكده، مش بيوسخوه على طول. تمام، وفي نفس الوقت ايه، الشقة شكلها يبقى مريح شوية عن الأول. طبعا شفتوا الأول كانت عاملة ازاي، كانت مليانة بقى ألعاب، مليانة هرد بسكوت، مليانة حاجات كتير قوي 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 في الأرض. مسكتها بقى ايه أنا كده ايه، ظبطتها النهاردة. شلت أول حاجة الهدوم والألعاب والحاجات اللي كانت في الأرض، وبعد كده شلت السجاد بتاعها وكنستها بالمكنسة، المنطقة دي كلها كنستها بالمكنسة. وبعدين قعدت امسحها بقى بايه، بمية وشوية ديتول وشوية معطر كده وايه، مسكتها خليتها زي الفل، وبريكس وكلوركس الوان. عملت لها خلطة حلوة بصراحة. الارض بجد كانت متبهدلة قوي. قعدت امسحها كده بالمساحة، اشيل منها الصابون. تمام، لان طبعا المية بالصابون ديت مهما هتعمليها هي الموب دي مش لازم بتشيلي الاول ايه بالمسحة، وبعد كده بغير المية، بخليها من غير اي حاجة خالص، مية نظيفة خالص تماما، وارجع اعيد على المكان تاني عشان الصابون ما يمزلقش في الارض. فبرجع اعيد تاني بمية ايه، نظيفة خالص. انا بقى خلصت اول جزء في السفرة، دخلت بقى على الجزء التاني اللي هو كان تحت السفرة على طول. قعدت برضو ايه امسحه كده مسحة حلوة، وبعدين هجره تاني بالمسحة، وبعدين هغير المية بقى وامسح ايه الحتتين الجزئين بمية عادية خالص نضيفة. الحقيقة ان السجاد بتاع السفرة كان محتاج ان هو يتغسل، هو مش متبهدل اوي بصراحة، بس حسيت ان هو كان برضو محتاج ياخد غسلة كده محترمة مع باقي السجاد. بس انا بصراحة خلاص كنت تعبت وقت غسيل السجاد ده، وبصراحة مش هغسل سجاد تاني برضو. فحسيت ان هو محتاج غسلة كده حلوة، بس هو يعدي يعني يمشي، مش باين ومش ملحوظ ان هو متوسخ ولا حاجة. هي المكان اللي بيبقى تحت السفرة ده محدش بيقعد عليه. عايزة اقول لكم ان السفرة دي احنا مش بناكل عليها غير لما بيجيله ضيوف، والله العظيم حماتي بقى ايا كان بنقعد عليها، لكن في العادة احنا مش بنستخدمها خالص خالص خالص. انا زي ما قلت لكم عاملاها اوضة كده للاطفال بتلعب بيها علشان ما يبهدليش بقى الشقة. بس مسكت بقى الارض، مسحتها ونضفتها قوي قوي قوي. عدت طبعا يا جماعة انا بعيد المسح يجي بتاع 3 4 5 مرات لحد ما المية بتبقى نظيفة، فاهمين؟ بس انا طبعا بقص في المونتاج، مش بصور كل الحاجات عشان الفيديو ما يطولش. بس انا بعيد مع نفسي كذا مرة، مش بسيب المية غير، يعني مش بسيب الارض نضيف من غير المسيح، غير لما بشوف المية خلاص قدامي زي الفل. بعد كده سبتها نشفت بتاع 5 دقايق او 10 دقايق، ورجعت ايه فرشت بقى ايه السجادتين. ومسكت بقى هنا الكراسي بتاعة السفرة، خليتها برضو تلمع، كانت برضو مليانة تراب. مسحت كده ايه الجزء الخشب اللي فيها دوت، خليته زي الفل. ونزلت بمنتج جديد كده تحفة، انا لسه مكتشفاه والله، لسه يعني لسه اول مرة في حياتي استعمله. شايفين خل الكراسي عاملة ازاي؟ شفتوا الكراسي اللون الاسود في الاول كان عامل ازاي، لما رشيت عليه اللون اتعزز كده
وبقى شكله تحفة والله العظيم، بتنضف تنضيفة محترمة. منتج جميل أوي، 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 أوي بصراحة. ممكن لو عايزين صورته أبقى أصورها لكم بعد كده إن شاء الله واحطه لكم في الكومنتات. حلو أوي وبينفع بقى إيه لكل حاجة، هو بيشيل أي بقعة في الدنيا، سواء على سجادة، على أي مكان، على حيطة، على أي حاجة هيشيل لِك البقعة. ينفع برضه تغسلي بالأنتريه. بُصّوا، وكمان اللي أنا اكتشفته إن هو بيشيل الصدى من على أي حديد. أنا عملت بيه المكنة بتاعتي، تحفة يا جماعة وحياة ربنا تحفة، أنا مبسوطة منه أوي. بس المهم برضه إيه، مسكت بقية الكراسي كده نضفتها برضه نفس التنضيفة، ورجعت السفرة مكانها ونضفتها برضه ومسحتها من التراب، وفرشت المفرش بتاعها. بس مرضتش أحط بقى إيه الأنتيكة بتاعة السفرة، عشان طبعا قايلة لكم الولاد بيكسروا لي كل حاجة، فأنا مخبياها عينها، مش هافرشها إن شاء الله غير لما يجولي ضيوف بإذن الله في رمضان. بس ومسكت بقى إيه الحيطة بتاعة السفرة كلها، مسحتها برضه بالموف كده وبشوية إيه كلوركس ألوان، مسحتها وخليتها زي الفل برضه. ونزلت برضه على الشباك نضفته ومسحته، وعلى الجزامة، وعلى إيه وعلى النيش برضه نضفتهم خليتهم إيه زي الفل، مسحتهم بس برا الكاميرا. في حاجات كده بعملها برا الكاميرا علشان ما تبقاش إيه الفيديو ما يطولش مني. بس ودخلت برضه إيه هنا على المكنة بتاعتي نضفتها تنضيفة حلوة. المكنة دي كانت غرقانة تراب، لأن أنا بقى لي مدة كبيرة أوي، أوي مش باستعملها. عايزة أقول لكم يا بنات إن أنا من هوايتي الخياطة والله العظيم، حاجة كده. أنا عندي هوايات كتير أوي، بس ده جزء كده من هوايتي، أنا باعشقها بصراحة. بس مش باستعملها بقى لي فترة بسبب الولاد والدوشة ومش عارفة إيه، بس هاحطها كده إيه لما باكون رايقة بصراحة باستخدمها. بس أنا مش آخداها كشغل يعني، هي هواية. وهنا بقى إيه مسحتها كده خليتها زي الفل، ونزلت بقى عليها بالمنتج اللي قُلت لكم عليه ده، مش عارفة والله هو اسمه إيه، ممكن لو عاوزينه زي ما قُلت لكم أبقى أصورها لكم في الكومنتات. وشِلت بقى كل الصدى اللي فيها وخليتها بتلمع زي الفل، وشِلتها بقى ومسحت تحتها بالمكنسة وكنستها، وهي كده خلاص الجزء ده كله بقى زي الفل بيلمع خلاص الحمد لله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي له لايك بعد اذنك وتشتركي في القناة، ويلا بينا نكمل الفيديو. وخلصنا كده الحمد لله الجزء اللي بره، ندخل بقى ايه على المطبخ. بصراحة المطبخ كان متبهدل شوية، فحبيت ان انا برضو ايه اخده معايا في الطريق كده النهاردة، علشان ما اسيبوش، لان انتوا طبعا عارفين طول ما المطبخ نضيف الست بتحس ان الشقة نضيفة. بصراحة انا من الناس دي جدا، انا بعشق المطبخ وبحبه، وبحب يكون نظيف اهم حاجة في الشقة، لان طبعا وقفتنا فيه طول النهار. فاخدته معايا بصراحة النهاردة من ضمن اليوم. كان كان عمرو جايب لي كده شوية منظفات وحاجات، فبقيت ايه برجعهم كل حاجة بحطها مكانها. يعني الاريال بحطه بتاع الغسالة، بحطه ايه في العلبة بتاعته. بيجيب لي بقى السائل اللي هو اللي في الكيس الاخضر ده، انا بحبه جدا، اللي هو سائل المواعين اللي بنغسل بيه المواعين وكده، انا باعشقه. فباحب كده ايه عندي ازازة كبيرة كده باقعد احوش فيها. تمام، انا مش باجيبه سايب، انا باجيبه الاكياس دي تقيل وحلو وبينفع معايا اوي. فكنت بقى ايه بارجعهم مكانهم، وعندي بقى ايه شوية مواعين هنا، قعدت برضه اغسلهم كده غسلة حلوة. ومسكت الجزء بتاع اللي هو بتاع الاطباق والكوبايات ده، انا مسكته وظبطته ورصصتهم جنب بعض، وظبطت الاطباق كده من فوق لان كانت متنعكشة. وبرضه نزلت على الجزء بتاع الكوبايات، كان في حاجات كتير أوي، أوي، أوي ما لهاش علاقة ببعض نهائي. ف مسكتها برضه إيه شِلت منه كل حاجة. ليه بقى؟ لإن هو أقرب مكان ليّا، لإن أنا واقفة في الجزء دوّة يعتبر طول النهار، فده أقرب مكان ليّا أحط فيه أي حاجة في الدنيا. لعبة لتالية، توكة، مش عارفة إيه حمزة جايبه، أي حاجة في الدنيا تلاقوني بارميها كده في الجزء بتاع الكوبايات ده. أقرب مكان لإيدي، فعشان كده هتلاقوا في حاجات ما لهاش أي علاقة ببعضها موجودة. فمسكته بقى كده إيه ضبطته كده وشِلت كل حاجة ويعني سِبته بس على الجزء بتاع الكوبايات وبس. ومسكت برضه المكان بتاع الزياتة نضّفته وغسلته خليته زي الفل، اللي هو فيه البهارات والزيت والخل وكده، خليته برضه زي الفل. وكنت واقفة كده لقيت إيه شوية عصير
شوية فراولة في التلاجة، فعملتهم شوية عصير كده فراولة بموز ولبن، كان طعمه تحفة، وحطيته في التلاجة للي يعوز يشرب يشرب. الحقيقة ان انا ما عملتش المطبخ كله النهاردة. المطبخ بصراحة عندي ال الدواليب بتاعته هي نضيفة، والمطبخ نضيف من برّه، أنا كنت لسه عاملاها، بس الحاجات من جوّه اتنعكشت، يعني الحلل، يعني الدواليب عايزة تتنظم وتترتب تاني. بس بصراحة النهارده أنا ما قدرتش إن أنا أعمل الدواليب كلّها، لإن الموضوع كان هيبقى كبير جدًا، جدًا، جدًا أصلًا، فسِبتهم هاعملهم مرّة تانية. وكان عندي شوية كان عندي شوية أطباق وكاسات وكده مخرّجاهم من النيشة، غسلتهم برضه ورجعتهم مكانهم تاني. وعملت البوتاجاز نضّفته ونضّفت الفرن وخلّيته زي الفل، اديته كده تنضيفة عميقة، بس برضه برّه الكاميرا، وبس كده. ولسه بقى هاعمل التلاجة والدواليب، ده اللي ناقص في المطبخ. لكن عملت الأرض مسحتها وكنستها، وعملت الحيطان مشيت عليها كده بالموب. بصراحة هو المطبخ من يعني الدهون وكده ما فيهوش الحمد لله، بصراحة هو نضيف، لكن محتاج كده ترتيبات من جوّه، فبإذن الله نعملها. نزلت بقى هنا تحت على الأرض، أنا كنت ماسحة المطبخ ومنضفاه، بس اديته كده كنسة بالمكنسة واديته مسحة وكده خلاص. اليوم خلص وقعدت بقى، ما عادش ورايا حاجة الحمد لله. النهارده وقفت شغل على قد كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اضغطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تنوروني. اشوفكم على ألف خير، استنوني الفيديو الجاي. لو الفيديو عجبكم قولولي، ونكمل بإذن الله باقي تنظيفات رمضان. اشوفكم على خير، مع السلامة.